السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مني متى ما صورت لكم. ايوا اليوم غندير هاد الوصفة وقلت خنصورها منها افادة واستفادة. هذه واحد الوصفة زوينة كتصفي وكتنقي وكترطب الوجه واليدين في نفس الوقت. ما فيهاش بزاف المكونات، مكونات سهله كما كتشوفوا. ما فيهاش بزاف التعقيدات وهاد الحوايج غتلقاوهم في اي دار، يعني ساهلين ماهلين. خاص غير الوحده ما تعقش وصافي، خصوصا في هاد البرد. المهم غادي ناخذوا فرماجه، اي نوع ديال الفرماج كما كان. وحبذا ولو كانت هذيك المربعه، لانها كتكون في دهنيه اكثر من هاد المثلثات هادو. صافي كنضيفوا ليهم واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، حتى هي اي نوع عندكم. المهم هادي ماشي هذيك المطحونه، هاد القهوه هادي سريعه الذوبان. صافي وكنميلونجيوهم بجوج، كنبقاو كنخلطوا في هذيك الفرماجه مع هاد القهوه حتى كتذوب القهوه وكتجانس مع ديك الفرماجه. غير بقاو تمحكوا فيها بهاد المعلقه غادي تجانس. واكثر مني هنضيفوا ليها واحد المعلقه ديال دانون مسوس. صافي غادي يولي الخليط ساهل ماهل باش دهنوا به البشره ديالكم. كاينه بزاف اللي وجهها كيولي كيتقشر في هاد البرد. هاد الوصفه ما تخليش لك الوجه يتقشر، وهترطبو غادي تغديه، لان كاع هاد المكونات هادو بثلاثه فيهم مكونات زوينه ومفيده للبشره وللتغذيه ديالها وللترطيب ديالها والتنقيه ديالها مع المداومه بطبيعه الحال. ماشي غديروها غير مره وغتعطيكم نتيجه. هاد الوصفه حاولوا ديروها 2 مرات حتى ل3 المرات في السيمانه. تقدروا ديروا نهار ونهار لا، مزيانه. ما عندكمش مناش تخافوا منها. الا ما فاتكمش ما غاديش تضركم، يعني كما كتشوفوا ما فيهاش شي مواد اللي حافظه ولا شي مواد اللي هي صعيبه ولا بحال سينيال ولا كوكاكولا ولا لا. مواد طبيعيه جد مفيده للبشره، كيخاص غير المداومه، خصوصا في هذا البرد. مازال في الحال السخون كتشوفوا ان العيالات ما كيعكزوش، كيديروا هاد الوصفات الطبيعيه لوجههم. ولكن دابا في الحال البارد قليل اللي كتلقيها انها ما كتعكش على وجهها. ايوا الوجه ضروري راه التهلق، ما كاينش التهلق، ما كاين حتى شي حاجه. في ساعه دوك لي طاش كيبانوا، في ساعه تكماش بزاف الحوايج كيبانوا هذوك التصبغات. المهم هاد المكونات راها زوينه، وهاد الوصفه راها غزاله، غير تبعوها وداوموا عليها. المداومه ثم المداومه، حيت هاد الشيء، هاد المسائل وهاد الوصفات الطبيعيه كتبغي المداومه. ماشي كما هادوك المواد اللي كيكونوا فيهم مواد يعني اللي السيليكون وهذاك التخربيق. هادوك راه كيعطيو واحد النتيجه فوريه، ولكن كترجع بالعكس، كترجع بالاضرار وبزاف الحوايج. هذا الشيء الطبيعي لا، يعني بالمداومه، وكيبغي انك نهار بعد نهار كتبدا كتبان لك النتيجه. يعني تداوموا، لانه مسائل طبيعيه، ولا ما عطاش واحد الافاده ما كيعطيش واحد الضرر. صافي كتابليكاو على وجهكم بعد ما كتكونوا منظفينه مزيان وغاسلينه مزيان. كتكون البشره نقيه باش هاد البشره كتشرب وكتمتص هاد المنافع وهاد المكونات ديال هاد المواد. يعني ما تكونش البشره ما نظيفاش مسخه، خاصها تكون نقيه. كتابليكيو على الوجه كامل. انا هنايا كما كتشوفوني درتو على يدي، وكتخليوه واحد 20 دقيقه. دائما الوصفات هادو ديال الطبيعيه ما كتفوتوش ليهم الوقت. 20 دقيقه كافيه ان البشره كتمتص هذاك الفوائد ديال المكونات الطبيعيه. صافي 20 دقيقه كتخليوه. من بعد 20 دقيقه تتغسلوه، ما كتقشروش، كتغسلوه
مباشره كتغسلوه بالماء. دائما الماء يكون بارد، يعني الماء العادي اللي جاي من الروبيني. حيت بعض المرات كنشوف في شي فيديوهات كتقول لك غسلي بالماء دافي ومن بعد بالماء بارد. لا، عادي بالماء بارد. لاش هذاك دافي باش تحلي المسام وتعاودي تسديهم؟ نيشان بالماء بارد، لان الماء بارد ليه فوائد كثيره على البشره، كيخليها ديما مشدوده. صافي هنايا انايا غسلت يدي كما كتشوفوا. والله حلم هتبان لكم النتيجه من الاستعمال الاول. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. ومن بعد ما كتغسلوا ضروري ما ترطبوا، ضروري ما تيدغاطيوه باي مرطب عندكم. المهم تيدغاطيو ترطبوا، خصوصا في هاد الحال البارد. هو ماشي غير الحال البارد، راه على مدار الفصول كاملين ترطبوا فيهم يديكم ووجهكم. ولكن في هذا الوقت هذا بالضبط خاصكم ضروري ترطبوا مزيان 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 باش ما كتقشرش لكم البشره ديالكم، ما كتوليش فيها قشور. والله الا انا بعض المرات كنشوف شي حالات بحال هكاك قشور في الوجه، القشور، وهذوك مناش لان ما كيكونش واحد الترطيب والترطيب حتى من الداخل حتى الماء. حيت دابا الحال بارد بزاف كينساو الماء ما كيشربوش. لا راه خاص تحط حداكم واحد القريعه وتقولي غادا نكمل هاد القرعه ديري فيها ايطر ولا ايطر ونص وحاولي انك تكمليها، لان حتى الا رطبتي من الداخل كيبان على الوجه من برا. وضروري من الترطيب اي كريم عندكم كما كان. المهم انكم ترطبوا البشره ديالتكم. وبطبيعه الحال الا كنتو هتخرجوا راه ما كتخرجوش بهذاك المرطب، يعني خاصكم ليكرون سولير الواقي الشمسي باش ما كيرجعش عليكم هادشي كله. بالعكس، في عوض ما نتوما هتصفيو وتنقيو هتوليو تزيدوا تكحلوا وجهكم وتزيدوا في التصبغات. ونتمنى هذه الوصفه انكم تجربوها، غادا تعجبكم. مفيده وبزاف بزاف، ما فيهاش كما شفتوا معايا كثره التعقيدات وكثره المكونات. متوفره، وحتى الا ما متوفراش وبغيتوا تجيبوها من برا راه سهله. يعني فرماجه، ساشيه ديال نيسكافي ودانون مسوس، وحتى دانون مسوس اي دانون عندكم. ما عندكمش دانون مسوس وعندكم كريم فريش، حتى الكريم فريش راه مفيده للبشره، مفيده بزاف، خصوصا اللي عندهم البشره ناشفه بزاف بزاف. كترطب لكم البشره وكتغديها لكم. يعني ما كاينش دانون مسوس كتقدروا تعوضوها بكريم فريش. ما عندكمش كريم فريش وعندكم الحليب كتقدروا تعوضوا هاد الجوج بالحليب كما قلت لكم، تعوضوه بالحليب. المهم انكم ديروا هذه الوصفه المهم انكم تجربوها، وصفه زوينه وغادا تعجبكم. وضروري تداوموا عليها، يعني ماشي من مره واحده، 3 مرات في السيمانه. وردوا عليا الخبر، شوفوا وجهكم كيفاش غادي يولي